يا مساء الجمال، يا مساء العسل على احلى متابعين في الدنيا كلها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس وتعملوا كومنت يوصلكم كل جديد. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل معاكم القرص الفلاحي بطريقه سهله خالص وبسيطه. طريقه القرص بقى بتاعت امي بقى. يلا بينا نقوله مكوناتنا. معانا الدقيق زي ما انتم شايفين، وده السمسم بتاعنا، وده دقيقنا، ده اللبن بتاعنا كيلو لبن جاموسي، ودي الزبده كيلو زبده، ودي الخميره مخمراها من بالليل، خميره على سكر على حبه ميه وخمرتهم. انا نزلت بالزبده بتاعتنا، نزلت باللبن، ونزلت بمعلقتين قرفه، ويلا بينا، ونزلت بمعلقه الملح بتاعتنا. وانا بخمر الخميره بتاعتي حطيت عليها سكر وميه وخمرتها من بالليل عشان تساعد معايا في تخمير العجين. ودلوقتي يا حبايب قلبي انا بعجن اهوت زي ما انتم شايفين، ونزلت بالخميره اللي مخمراها من امبارح على العجينه بتاعتي، وهبدا اعجنها بقى والتها كويس زي ما انتم شايفين كده لحد ما اوصل لعجينه كويسه خالص، وتبقى الكروانه بتاعتي ما فيهاش عجين لازق فيها خالص. تبدا تنضف معايا بقى من العجن، وانا مستمريه في العجن اهو يا حبايب قلبي. وكان عندي بق لبن كمان، قلت بقى ايه ادلع العجينه كمان شويه وامطها كمان شويه. ودي العجينه بتاعت حبايب قلبي، شفت الكروانه بقت نضيفه خالص ازاي. وكده انا عملت عجينتنا اهيت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا اغطي عليها وهسيبها حوالي ساعتين. بعد الساعتين انا دلوقتي بقت اقرص اهوت، اقرص العجينه مع بعض وبتك عليها كده عشان تساعدني في التبطيط، ومستمريه في التقريص. هبدا اقرص لحد الكميه اللي معايا ما تنتهي. ودلوقتي ببطط بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا ابطط لغايه ما اخلص الكميه اللي معايا. شفت الجمال يا حبايب قلبي، شفت الحلاوه. وببطط طبعا ولا تحتها دقيق ولا اي حاجه، عجينتنا مظبوطه وبالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وادي التبطيط بتاعنا، البكونه متساويه خالص. وبرده هبقى هبطط بالعجله بتاعتي، بعمل شويه بايد وحبه بالعجله زي ما انتوا شايفين كده، العجله عشان تسرع معايا عشان اخلص. وزي ما انتوا شايفين كده هبدا بقى احط راجة كمان، ودي بقيه العجين، وهبدا ابطط لحد ما اخلص الكميه اللي معايا. ومستمريه في التبطيط. وادي التبطيط بتاعي يا حبايب قلبي، وادي القرص بتاعتنا الفلاحي. هبدا اخرمها. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودلوقتي انا ولعت الفرن بتاعي وسبته يسخن، وقلت هخرم القرص بتاعتنا بالشوكة. ويلا بينا نحطها في الفرن. ادي الفرن بتاعنا والع اهوت، ولعناه قبل ما نحط القرص بحوالي 10 دقايق. دلوقتي دخلنا القرص بتاعتنا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقفل عليهم، وبعد 10 دقايق نبص عليهم.
ده القرص بتاعتنا حبايب قلبي. بعد ما طلعناها شفت قعرها احمر وجميل ازاي. تسلم ايديك يا ست الكل، امي بقى وعمايلها. البيت مفتوح على حسها. شفتوا الجمال، شفتوا الحلاوة. وده القرص بجمالها وحلاوتها ولونها الاحمر الجبار. هنبدأ بقى ندخل صينية تانية الفرن. بقت بالشكل الجميل دلوقتي. وادي القرص بتاعتنا قابة ازاي، بسم الله ما شاء الله. هنبدأ نفضي وعملنا دور كمان. شفت قابة ازاي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. بسم الله ما شاء الله. تعالي يلا نحطه صينية هي جاهزة. هندخلها الفرن ونقفل عليها ونبص عليها بعد 10 دقايق. دي البكاكينة القابة الجميلة. تعالوا نبص كده بصة في الفرن ونشوف القرص عملت ايه. قرصنا قبت وجميلة اهيت. في دور خرمته بالشوكة ودور مخرمتوش بالشوكة، يعني ايه بغير كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حبيبنا المصطفى. اهي يا جمالها يا حلاوتها يا تكتها يا حركاتها. يلا بينا نطلعه وهنحط الدور. شفت الجمال نازله تتشقلط ازاي. نرجع نرص كمان كميه وهنرجع ندخلها تاني. نبدأ نخرم كده زي ما قلت لكم، دور تخريم ودور ما ايه مش هخرم فيه. ويلا انا دخلتها اهوت. قربت خلاص تحمر وتاخد وش. يلا ينزلوا شقلطوا. شفت شكلها يا حبايب قلبي، شفت جمالها. بسم الله ما شاء الله. وكده يا حبايب قلبي نكونوا خلصنا معاكم القرص بالشكل الجميل ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا كومنت وتعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. وانتظرونا في فيديو جديد من أكلات أحمد ومحمد من مطبخ شرقي. انتظروني. باي باي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.